عبد الله رشدي الداعية الإسلامي منزل على حسابه في الفيسبوك شماتة على سجن إسلام البحيري. هل دي من سيم رجال الدين الشماتة في الناس في ضيقتها؟ دي مش من سيام رجال الدين إنك تشمت في حد في ضيقته. انت كده بتعلن إن انت جواك كره، وأي رجل دين جواه كره المفروض ما نسمعلوش. أي رجل دين جواه كره يبقى ازاي تسمع له؟ ما ينفعش تسمع له. اي رجل دين بيكره الاخر او لما شاف مصيبة في حق حد فبيشمت فيه، انت كده بتكرهه. معناه ان انت بتتمنى ليه الشر. معناه ان الله وصاك انك تحب الناس، انت كده بتكره الناس. انت كده بتكره الناس. فكل متابعيك اللي بيسمعوك كده على ضلال معاك، لان طالما دخل الكره جوه قلبك، الناس اللي بتسمعك هيدخل الكره اللي في قلبك، هيطلع من لسانك وهيخش في قلوب الناس اللي بتسمعك. فده دليل قاطع، ده دليل قاطع، لان اللي ماشي مع الله بيحب. اللي ماشي مع الله بيحب زي ما قال الكتاب المقدس. اللي ماشي مع الله بيحب، اما اللي ماشي مع ابليس بيكره. دي حاجة عارفينها من بداية الخليقة. اللي ماشي مع الله بيحب الخير للناس، واللي ماشي مع ابليس بيحب الشر للناس. اللي انت كتبته على الفيسبوك ده دليل قاطع ان انت بتحب الشر للناس. ففي آية السيد المسيح قالها في الكتاب المقدس، اذكرها قدامكم. قال لك من ثمارهم تعرفونهم. لما قالوا له ازاي نميز ما بين الانبياء الصادقه والانبياء الكذبه، فقال لهم من ثمارهم تعرفونهم. يعني ايه من ثمارهم تعرفونهم؟ يعني اي شجره حلوه بتطلع ثمر حلو، واي شجره وحشه بتطلع ثمر وحش. انت باللي انت عملته بالمنشور على الفيسبوك ده طلعت ثمر وحش، فانت كده انت اصلك وحش. فمن ثمارهم تعرفونهم، ده دليل قاطع. ويا ريت الناس تفوق، لان في الديانات الثلاثه في الديانات الثلاثه الله بيحذر شعبه في مرات كتيرة قوي من الأنبياء الكذبة، من الرجال الدين الكذبة. بيحذرهم يوم ورا يوم، يوم ورا يوم. بيقول لهم في آخر الزمان هيظهر رجال دين كذبة، همهم ان هم يشبعوا مجد انفسهم، ما يشبعوش مجد الله. يعني هم بيعيشوا من اجل انفسهم، ما بيعيشوش من اجل مجد الله. يعني هم القضية مش قضيتهم. هم ممكن يكون غرضهم اغراض اخرى، كغرض مثلا الشهرة، كغرض المال، كغرض حب الظهور، أغراض أخرى. فأنت لازم تميز ما بين الحقيقي وما بين المزيف. الروح القدس اللي الله هينزله عليك في الأيام الأخيرة دي، أنت كمؤمن بالله هيخليك تميز ما بين الكويس والوحش. هيخليك تميز ما بين الكويس والوحش. فأنت محتاج من روح الله يديك روح تمييز، عشان تعرف أي رجل دين بيتكلم من الله ولا ما بيتكلمش من الله. احنا عايزين تنور يحصل، تنور يحصل في وسطنا، ونعرف يميننا من شمالنا. احنا مش عايزين نتوه تاني في الظلمات. خلاص الوقت قريب. الفلك نوح خلاص بابه مفتوح، والطوفان الجاي هيجي وهياخد الجميع. والاولاني كان من ميه، التاني هيكون من نار. فالوقت قريب. كل اللي عمل خير هيجي عليه الخير، وكل اللي عمل شر هيجي عليه الشر. ومحدش بيعرف يخدع الله، لان الله حكيم جدا، بيبص الانسان بيعرف قلبه. فبقول للشيخ عبد الله رشدي، استقيم امام الله وامشي في المظبوط والصح، علشان لما تطلب المجد من الله افضل من انك تطلب المجد من الناس. الوقت قريب. استعدوا للقاء الهكم.